أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير. أهلا وسهلا بكم وسلام عليكم ومرحبا إلى هذا العدد الجديد من برنامج في المونديال، البرنامج الذي يطير بكم من الجزائر إلى البرازيل ليسلط الضوء على مباريات كأس العالم بالتحليل والتفصيل. سنسرح وإياكم لمدة ساعة كاملة مع ضيوفنا الكرام. كالعادة نستقبل النجم الكبير رابح ماجر، أهلا وسهلا بك. مساء الخير محمد. ومعنا أيضا بن شيخ نجم مولودية الجزائر لسنوات الثمانينات، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. ماجر بن شيخ جاب اللون البرتقالي، ربما كان ينتظر فوز المنتخب الهولندي. أكيد اليوم شجع هولندا. شجعت هولندا بن شيخ اليوم؟ إذا شجعت الأرجنتين. حبيت الأرجنتين تربح نهائي. إذا المنتخب الأرجنتيني يلتحق بألمانيا في النهائي، وسيكون نهائيا كبيرا بطبيعة الحال، خاصة أن المنتخبين التقيا مرتين سابقتين في عام 1986 وكانت الغلبة للأرجنتين التي فازت بالكأس بقيادة مارادونا، لكن الماكينات الألمانية ثأرت لنفسها في سنة 1990 واسترجعت التاج العالمي. إذا هو النهائي الثالث بين المنتخبين، ولكن قبل الحديث عن هذا النهائي يجب أن نتوقف عند مباراة الأرجنتين وهولندا لنشاهد كيف تأهلت الأرجنتين إلى النهائي. تابعوا. تفوق المنتخب الأرجنتيني على نظيره الهولندي في المباراة نصف النهائية الثانية التي جمعتهما أمسية الأربعاء بمدينة ساو باولو وعلى ملعب أرينا دي ساو باولو، حيث خلصت النتيجة النهائية من المباراة إلى تعادل سلبي قبل أن يحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي عرفت تفوق راقصي التونغو ب4 أهداف مقابل هدفين. وعرف الشوط الأول والثاني من المباراة شدا وجذبا بين المنتخبين، لكن دون أي فعالية من الطرفين، ما عدا بعض المحاولات المحتشمة من ليونيل ميسي من جانب الأرجنتين وروبن فون بيرسي وروبان من جانب هولندا، لكنها محاولات لم تكن بالخطورة اللازمة لينتهي الشوطين الرسميين والإضافيين بالتعادل السلبي قبل أن تتجاوز الأرجنتين عقبة نائب بطل العالم وتلتحق بذلك بالمنتخب الألماني في النهائي الذي سيقام يوم الأحد بالملعب الأسطوري ماراكانا. نبدأ الحديث مع رابح ماجر. ماجر، مباراة مملة جدا وراحت حتى إلى ضربات الجزاء اللي كانت الفيصل اليوم في تحديد هوية المتأهل. هي محمد، هي الضغط على المباراة هو اللي خلى المباراة تظهر بمستوى متواضع جدا، لأن مباراة الخوف، مباراة الحذر، شفنا لا بريدونس في التيران. المدرب صابيلا دخل بطريقة الدفاع، غلق المساحات، يعني لعب بهذه الطريقه واحسن ما فعل، لان شفنا حتى السيستم اللي لعبوا المدرب الارجنتيني ان سيستم يعني باين اللي فيه مجموعه من اللاعبين اللي تدافع وفيه مجموعه اللاعبين اللي تهاجم، اللي ما لعبش ميليو تيران. ممكن ما نذكرش لو ميليو تيران، لان لما نشوف روخو من الجهه اليسرى، ديميكيليس مع غاراي في وسط الدفاع، وعندنا ايضا زباليطا كمدافع ايمن. فوق وسط الدفاع، وسط الدفاع عندنا ماسكيرانو في الوسط الدفاع، وبجنبه من الجهه اليمنى بيغليا وبيريز من الجهه اليسرى، واكثر حريه للمهاجمين وهم ميسي، لافيزي وايغوان. يعني لما ضيع المنتخب الارجنتيني الكره كلهم يرجعوا للوراء لغلق المساحات للمنتخب الهولندي، وخاصه الى اللاعب فان بيرسي واللاعب روبان. يعني هذه الطريقه احسن ما فعل المدرب صابيلا، تكتيك نجح وجاب 120 دقيقة من بعد وصلوا لضربة الترجيح، ولما توصل محمد لضربة الترجيح هي ضربة حظ، والحظ اختار الفريق وهو الأرجنتين. بن شيخ، هل تكتيك صابيلا هو اللي كان ناجح أم أن المنتخب الهولندي؟ ماذا حدث يعني للمنتخب الهولندي اليوم؟ محال أنه يكون هذا هو المنتخب الهولندي اللي شاهدناه في الأدوار السابقة. l'entraîneur hollandais a changé de tactique اليوم. D'ailleurs, je me pose la question علاش بدلها. Je ne sais pas, هو peut-être اللي سوليو على بالو. ثانيا انت كي تلعب ضد الارجنتين يميتريزيو لك روبان، فون بيرسي صافي الدوزيام ماتش تاعو ماهوش يدور كاع، ما كاشو. دونك وراهي لا لين داتاك تاع لا هولند، الور كو لا هولند معروفه بلو جو كوليكتيف. فهمت كيفاش؟ عندهم لي دو زوري لاتورو اللي في الخمسه اللي كاين في الوسط
تقال ما يطلعوا شويه يديروا الكروشي فير لو ميليو باش يرميو دي بالون دون ترو ولا يمدوها لاتيرال. وشنايدر باين يبوجي هكذا منا ومنا باش يرمي غير دي بال تاعو دون ترو. وما شفناش لا هولوند مداريه بهذوك مام هذوك لي جون تاعهم اللي موالفين يدخلوا سي دي جوار رابيد وكذا. هذوك الفوتبول قبل الماتش هذايا الاخراني عندهم هذاك لو جون اللي يلعب اغوش سي لي تري رابيد يدريب لي بينيتري سي سا لو جو هولندي. اليوم ما شفناش. الارجنتين انا نظن صابيلا نجح في الخطه تاعو لونترينور تاع الارجنتين نجح علاه ميتريزا روبان ميتريزا ماشي حط له روخو كان اكسيلون اليوم بصح ما يخليوهش كيما يقول لك قطعوا له النفس. من يحكم بالون روخو منا ولا دوزيام هو اللي يجي هو اللي يكسر له اللعب يهبلوه صادر يلحقوا يديروا له بريسيون هكذا يجي يدور خطره تخرج لاتوش خطره يعاود يرجع ومن بعد راح كوتي دروا من جهه زاباليطا كيف غلقوا له اللعب ولا يدور في الوسط. دونك واش ولات الارجنتين خلاص سيكوريزات روحها ولات تجري البالون. ميسي من يديماري يروح بور كري ان دونجي يصدموا عليه في 3 في 4 ويضربوه داير يزون دي كارتون من جهته. من بعد هو لا كومبري لو جو رجع على اللور وصحابه لي ميليتير ولا يطلعوا. سكيا لا فيزي اليوم إلا في ان ترافاي كولوسال فريمون خدمه جرات حب ديفونداد سونطرا إلا في ان ماتش اكسيلون اليوم. سنعود لكل هؤلاء اللاعبين بن شيخ لتقييم ادائهم، لكن قبل ذلك ما جرى كنت تقولوا لي في زوج باللي صابيلا دار تكتيك لكن انا ما شفتش حتى المنتخب الارجنتيني ما قدمش مباراه كبيره، الدليل ان النتيجه انتهت 0-0 وربما لقطه ولقطتين في 120 دقيقه فقط. لا هي شوف لما تلحق لي دومي فينال يعني الحذر يلعب دور كبير. يعني ماشي كما في البدايه في الدور الاول عندك المجموعه وممكن تعادل في مباراه ممكن تغطخاب في البروشان ماتش. الان صابيلا عنده دراسه فريقي ما يخسرش ونمشي الامور كما مشاها حتى ضربات الترجيح. ولكن انا نشوف حتى التغييرات تاعو احسن ما فعل لما خرج اللاعب إيغوان ما يعطيش المنتخب الارجنتيني، ولهذا انا دائما نتساءل كيف هو إيغوان اساسي في المنتخب الارجنتين وتخلي لاعب ممتاز وكبير كان قادر يعطي الاضافه للمنتخب الارجنتيني وهو تيفاز وتكلمنا عليه في الفتره الاخيره. حتى لافيزي كما قال لك علي قدم مباراه كبيره خاصه في الناحيه البدنيه، يرجع يغلق يعني شجاع في اللعب تاعو، اعطى الفرصه الى رودريغيز. ولكن المنتخب الارجنتيني ما ننساوش ايضا حتى النتائج تاعو، شفنا المباراه الاخيره امام المنتخب البلجيكي حتى المنتخب الارجنتيني يعني سجل هدف بصعوبه جدا، وشفنا في الدقائق الاخيره المنتخب البلجيكي كيف رجع في المباراه وقعد يهدد يكومونسي ا مناسي ليكيب تاع الارجنتين وقريب كان يسجل اهداف خاصه من ازارد وايضا لوكاكو وفيلايني، ولكن الحظ ما خدمش هذه المباراه المنتخب البلجيكي. ولكن نعم ماجر اسمح لي فقط، علاش اللومو فانغال اللي تحول من خطه 3-4-3 الى 3-5-2 ونقولوا علاش يتحول الى هذه الخطه، وما نلوموش صابيلا اللي ايضا تحول من 4-3-3 الى 4-2-1-2؟ علاش ما ايضا اللي غير ايضا التكتيك تاعو في هذا اللقاء؟ لا هي شوف لما تلعب دائما تلعب 4 مدافعين وعندك 3 في الوسط وعندك الحريه اللعب بعض اللاعبين كما ميسي كما إيغوان وكما لافيزي. كما قلت لك هو عزز الدفاع تاعو حتى باللاعبين اللي كانوا في الوسط عززهم ايضا. هل كان متخوف؟ هذه سي اون فينال افولور يعني الارجنتين هولندا واش تنتظر في هذه المباراه؟ كل فريق خايف. ولكن تكلمت محمد على فانغال، انا بكل صراحه اليوم ما كنتش متفق كثير مع فانغال خاصه في التغييرات تاعو. انت عندك مباراه بالنسبه لك انت كمدرب نهائي، هذه المباراه النهائيه تخرج فان بيرسي، حتى فان بيرسي ما يعطيش كثير، خليه في الميدان، حضوره ياثر على فريق الخصم. يخرج فان بيرسي ويدخل اوتيلر، يعني اوتيلر لاعب فعالي، ولكن خلي لاعب اوتيلر خرج واحد من اللاعبين كويت او البليند اللي على طريقه يلعبها ب3 مدافعين، عمر الوسط تاعو ولعب 2 مهاجمين وشنايدر يساند الهجوم موراهم. اعطي فرصه الى هوتيلر، ولكن خلي فان بيرسي وخلي روبان هما يشتغلوا في الهجوم والدفاع والباقي كله يدافع عليك كما عمل المدرب صابيلا. لو ميليو
اي لا ديفونس داروا ان بلوك باش يدافعوا واعطى حريه لافيزي وايغوان وميسي، ولكن هنا الطريقه غيرها وحتى لو شونجمون ما كانش ناجح 100%. الشيخ نقولوا بأن المسؤولية ربما أنتم راكم تقولوا بأن المسؤولية ربما يتحملها فانغال، لكن حتى اللاعبين كانوا خارج الإطار اليوم. تخيل روبن يلمس 6 كرات فقط مثلا في الشوط الأول، فون بيرسي يلمس 11 كرة في كامل أطوار المباراة. يعني اللاعبين أيضا يتحملوا المسؤولية. نو هو البروميي ريسبونسابل مون افي سي لونترينور. ديجا بوزيت نتاع لا كيسيون وعلاش غير السيستم وكي يتغير وعلاش تسمى ينقاسوا. باسكو كونت اون شونج دو سيستم اون مي دي جوار اللي يلعبوا في هذاك لو سيستم. فهمني نحيك انت ما مليح ونحط مصطفى خاطرش في السيستم هذا يجي. دونك هو هذا لو سيستم داروا تاع ان بلوك او ميليو تيرا، كانوا خايفين من مارادو من ميسي بلوتو بالبزاف. جو بونس كيعمروا له الوسط ا مومون دوني ميسي يصدموا عليه 2 3 بارفوا ميم شفنا 4. هذا الخوف اللي خلاه. مي لو كان قاعد في لو سيستم دو جو تاعو بوتيت يمتر هذاك لو جوار اللي جون هذاك اغوش اللي رابيد. سي لا هولند معروفه بلو جو سور لي زال اي لوفونسيف كيما بكري لا هولند هكذا. دونك خلى لو جو بوكو بلوس اسمهم لي زارجونتان كو لي هولندي. فهمت كيفاش؟ الارجنتين انا نظن ايزون ريوسي في الاخر تاعهم. صح. شفنا بن شيخ، شفنا مثلا روبن ضيع فرصه حقيقيه انفراد في الدقيقه 90. لو سجل روبن هذيك الفرصه وجه لوجه لا الكلام كان كله يتغير ونقولوا باللي فانغال مدرب كبير وحطها. لا ما تضيعش هذيك راح ضيعها. لو كان خرج هو راس هو لو غارديان وضربها وما ماركاش نقولوا ضيع. هو راح مع المومو اللي راح يضرب الاخر لا في ان تاكل اكسترا اوردينار ماسكيرانو طاكله رمى روحو باسكو سيتي لو بوت ديفياها. دونك هو ضرب. لكن لو تسجلت هذيك اللقطه في الدقيقه 90 كنا نقولوا فانغال مدرب كبير. لا ما نقولوش لو ما كاش لو في البالون لو هذيك نحيها بدي ما تنجمش. هو شوف هما ميتريزاو روبان حبيت ولا ما تحبيش ميتريزاو روبان. هو لو بلو دونجورو في لا هولند. إلي تري رابيد افيك بالون يكري دي دونجي في لا سيرفاس يدون دي بال يحل لا ديفونس ادفيرسي يفتحها. هو ميتريزاوه لي زارجونتان ما كاش مين يزغل. فون بيرسي ما كاش اللي يلحق له البالون. دونك من هنا سي با لا فوت او جوار، تولي لا فوت او لونترينور ولا لو ستاف اللي زون ديسيدي دو ماتر هاد لو جو. هاد لو جو واش يطلب شفنا 5 في الوسط. شفنا هذاك لو اسمه فلار يحوس غير يضرب يدافع ما يحوش يلعب بالون. شفنا لي زارجونتي او ميليو تاك غير بالعقل يبوش بالعقل. انا طالعين كيما يقول لك دوكا يصاروا يسي. انت كي دير لي دي جوار اللي ما يفننوش في الوسط كيفاش تحب انت روبان يخرج وحده ولا فون بيرسي يخرج وحده؟ والكوتي غوش كان فارغ. كان الكوتي غوش فارغ تاع لا هولند. انا جو بونس محمد باختصار اسمح لي قطعتك. انا بالنسبه لي فانغال اليوم ما دارش دراسه في مكانها. علاش ما دارش دراسه تكتيكيه في مكانها؟ احنا رانا في الدور النصف النهائي، يعني من البدايه لحد الان اللاعبين من الصعب ان يلعب بكل الامكانيات البدنيه تاعو 100%. صعب جدا. واليوم غير لو سيستم تكتيك تاعو، لعب 3-5-2 اوكي. لعب كويت من الجهه اليمنى الرواق الايمن اوكي، وبليند لعب من الرواق الايسر. يعني لازم على كويت لازم عليه يرجع بسرعه لكي يدافع ويروح بسرعه باش يساند روبان الهجوم. يعني هذا تطلب لياقه بدنيه قويه جدا. من الصعب جدا ان كويت ولا بليند يطلعوا 100% يطلعوا يحطوا ديفونسيفمون اي اوفونسيفمون. صعب. ولكن كما كانوا يلعبوا اون 4-3-3، يعني لما كويت كيلعب من الجهه اليسرى وروبان من الجهه اليمنى وفان بيرسي كراس حربه، يعني كويت لما يهاجم من الجهه اليسرى عارف عنده ندى من الوراء وهو المدافع الايسر. يعني لما يرجع بهدوء لان في الناحيه الدفاعيه فيه لاعب. ومن الجهه اليمنى روبان لما يهاجم حتى لو يضيع كره عارف ان المدافع الايمن راح يساعده ويسانده بزياده على دو يونغ وويت جاندون.
يعني ولكن الان الطريقه هذه يعني انا شخصيا ما نحبش الطريقه هذه، خاصه لما توصل للمستوى العالي. 3-5-2 هذا اللاعبين اللي في الوقت الايمن والايسر يتعبوا كثير يتابعوا، وهذا اللي شفناه اليوم ولاحظناه في المباراه. زيد باش نكمل في هذا الباب هذه. لو 4-3-3 علاش مليح؟ علاش مليح؟ هما كاع لي سيستيم ملاح، مي لو 4-3-3 علاش مليح؟ بريميرمون سا تبيرمي تلعب سور لي زال، اي سورتو كي تبحر البالون. اني اللي كي يطلع يبحر البالون ولا منا يطلع يبحر البالون كي يولي ما كان له يولي هادي حتى له، واش يدير؟ يجي لهنا وهذا يجي لهنا يغلق، يعاود يرجع اش يغلقوا يوليو من بعد يوليو يديفونديو بناف. بصح شوف شحال دار، لو كان تحسب تكين منا لهنا شحال ولا منا لهنايا شوف شحال بعيد على مسافه اطول طويله. دونك هنايا مام هنا كي نكوبي ما كان له نجري نولي بالعقل خاطرش الدعوه راهي مغلوقه، ومن بعد نكملوا نغلقوا مي تولي حتى له تطلع وتهبط. اوتوماتيكيا عند في راسو il est tranquille parce que عنده لا كوفرتور تاعو، لا عنده لا كوفرتور تاع لارير غوش، عنده لا كوفرتور تاع لارير دروا، يولي بهدوء لكي يرجع يقلب يتنفس. وهذا اللي لاحظناه ايضا في المباريات اللي لعبوها لحد الان المنتخب الهولندي. لكن كيف يتحول الان فونغال من مدرب ناجح في المباريات السابقه الى مدرب الان نقدر نقولوا عليه فاشل؟ يعني غادر المونديال وين كانت معلقه الان امال كبيره. لا ما نقولوش فاشل، لا ما ننساوش واش دار المدرب فانغال، ما ننساوش كلنا نتذكر المباراه الاولى امام الاسبان. كما تكلمنا امس على البرازيل، تكلمنا ايضا على اسبانيا 5-1 سي با فاسيل بوغ ان برومي ماتش. 5-1 يعني هذه كانت كما يقول لك مفاجاه، ولكن أنا بالنسبه لي مش مفاجاه لان شفنا الاداء والنتيجه من جانب المنتخب الهولندي. انا قلت لك بانه مدرب فاشل لانه الصحافه قالت بانه فشل على الاقل في تحقيق ما وصل اليه المدرب. لا أكيد. المدرب السابق في 2010 اللي وصل الى النهائي. لا هي شو محمد، يعني حتى شفنا في المباراه الاخيره، شفنا يعني ما قبل الاخيره شفنا صناعه الالارم جبدت امام كوستاريكا. يعني المنتخب الهولندي ما كانش قادر يفوز على كوستاريكا، وراح حتى ضربات الترجيح نجح. يعني كان شويه حظ نجح، ولكن اليوم ايضا شفنا غياب الفعاليه تاع المهاجمين تاعو، وخسر للاسف في الاخير في ضربه الترجيح. بن شيخ، كيفاش المنتخب الهولندي ما سجلش طيله 120 دقيقه امام كوستاريكا، واليوم ايضا 120 دقيقه يفشل في التسجيل؟ اذا 240 دقيقه المهاجمين الهولنديين ما قدروش يسجلوا، وفانغال نقدروا نقولوا بقى يتفرج في خط تماس. شوف هذه حاجه سامبل، انا ليا حاجه سامبل. لا هولند ما سجلت لي 2 ماتش، علاش؟ عندهم الجوار لو بلي دونجورو هو روبان، عندهم فون بيرسي القدام، وعندهم شنايدر وراء المهاجم. وراء هو تنجم تقول ان راباتور، يجيب لي بال يشونج دو بوزيسيون ويمد لي بال دون الترو ولا يتير. هذا ما كان سي با ان جوار اللي يدريبل ان جوار يكري لو سور نومبر يفي دي بينيتراسيون كيما جور ميسي ولا مش عارف انا، دي جوار اللي يكري لو جو. هذا يلعب هنا يا شنايدر، وين يلعب شنايدر هنا يجيبها منا يسي يروح باش يمدها منا، ولا يجيبها منا يعاود يدير كره باش يرمي لقدام. دونك واش يبقى فون بيرسي وروبان لي زاري لاتيرو هادو ما يطلعوش، قاعدين هنا يعسوا راهم في البلوك دي 5 هذا هم قاعدين. شكون اللي يطلع؟ فون بيرسي يستنى كاش دي بال هكذا دون الترو باسكو صحيح وبون تكنيسيان، يبقى روبان. Ils ont compris, maîtriser même Costa Rica, ils ont compris. ولا روماركيت بريمير ميطون مع كوستاريكا روبان ما كانش كاع، تقول ما كانش وراه روبان تحوس عليه ما تصيبوش. صحيح. روبان ومن بعد كي بداو كوستاريكا عياو ولا مع الاخر ولا هو تما اللي تجيه الانرجي تيربو تاعو كيما يقول لك يمشي، ولا السيد قلع. مي هنا لي زارجونتاي سون تري مالان ما خلاوهاش حتى يتنفس جوسكا لافان. غلطوا خطره هذيك تاع لافاي هذيك قريب ماركا، مي سي نورمال كي مارك با بيت. مجال في إحصائية طريفة حتى نتنقل الحديث عن المنتخب الأرجنتيني. ميسي لمس 68 كرة، ولا كرة خلاوه المدافعين الهولنديين يلمسها داخل منطقة 18 متر. يعني لعب 120 دقيقة ما لمس ولا كرة داخل منطقة 18 متر. هذا نجاح أيضا ربما لفانغال اللي قدر يثبط الحياة تاع ميسي. ممكن تكتيكيا المدرب فانغال نجح، لأن كما قلت لك لما يكون عندك لاعبين كما مارتينز وفلار وأيضا دوفيرز
يعني لياقه بدنيه ممتازه جدا، وبزياده على 2 لاعبين في الوسط ارتكاز وهم دي يونغ ويجنالدوم. هذا اللاعب اسماء صعبه للمنتخب، اسماء صعبه جدا. نعم، هاد اللاعبين يعني ما خلوا اي فرصه لميسي، وكما نعرف ميسي قصير القامه، يعني ما عندوش هذاك الاندفاع البدني او القوه الجسميه، لهذا دائما ياثروا عليه وما يخلوش يعني يتحكم في الكره. هذا نجاح كبير للمنتخب الهولندي وحتى المدرب اسمه فانغال. ولكن انا اليوم كنت اتمنى والله العظيم محمد، بعض من الاحيان المدربين حتى لو هما عالميين وعندهم اسامي كبار، دي فوا نقول كيسكي سون تران دو فير، واش راهم يديروا هاد المدربين؟ باين التغيير، باين تغيير. انت تلعب مباراه اخيره، كيف تقوم بالتغييرات؟ يعني تغيير لتغيير. كما اليوم كما تكلمت لك، كان المفروض في المباراه هذه كان المفروض دو يونغ ولا ويجنالدوم واحد منهم يخرج ويقعد واحد منهم في الوسط الارتكاز. دو يونغ كان خرجوا، لكن اعتقد انه خرج مصاب، لانه قبل المباراه كان مصاب. حتى لما خرج دو يونغ اوكي هو مصاب، يخرج يرجع ويجنالدوم في الوسط الارتكاز لكي يعطي اكثر حريه، ويدخل اللاعب هوتلر يبقى كراس حربه، روبان يروح من الجهه اليمنى، فان بيرسي من الجهه اليسرى، وشنايدر يساند 3 لاعبين من الوراء، وباقي اللاعبين يدافعون ويغلقوا المساحات للمهاجمين وخاصه الى ميسي. كنت اتمنى نشوف هذا التغيير تاع فانغال، ولكن هو واش دار؟ غير لكي يغير، نغير فان بيرسي وندخل هوتلر، يعني التغيير ما قويش الهجوم، ما عطيتش لا سوبيريتي نيميريك في الاتاك. يعني هاو التفكير كيفاش كان المفروض، هذا هو اللي يقوم به المدرب فانغال، ولكن التغيير كان تغيير وشفنا ما عطاش الفعاليه ولا عطى نتيجه ولا اي شيء. زيد قلت ميسي في لاسيرفاس ما خلاوش كاع يدخل في لاسيرفاس، ما لمس ولا كره في منطقه 18 متر. سيد خليه فوا ما يصدموا عليه كي نحل بلوكا كاع. علاش؟ بون إلا ريوسي بوتيتر فونغال في هذه، بصح سكي نا با ريوسي. انت كي تكونسونطري روحك قال لا اسمعوا ميسي يفو با يدخل لهنايا، فهمني كاع واش دار؟ او ميم طون هلك ليكيب تاعو، خاطرش ما خلاش لي جوار تاعو دالي فير لافون دو فير لو جو، يقعدوا غير عسين في ميسي، واحد منا من يروح الاخر لا دوبلير بارفوا 3. بصح وانت ما تلعبش، خلي ميسي يلعب وحط له واحد دو من البعيد يجيريه، ما يلعب. سي بور سا كي زاريف با ماركي. أعزائي المشاهدين، سنواصل الحديث عن مباراة هولندا الأرجنتين، لكن قبل ذلك نقرأ ما كتبته صحافة البلدين ثم نعود. هللت الصحافة الأرجنتينية بالإنجاز التاريخي الذي حققته تشكيلة المدرب أليخاندرو سابيلا عقب نجاحها في التأهل لنهائي المونديال بركلات الترجيح على حساب المنتخب الهولندي، خاصة وأن التأهل جاء بعد 24 سنة عن آخر لقاء لعبه منتخب الطونغو في مونديال إيطاليا سنة 90. يومية أومبيتو الأكثر سحبا في الأرجنتين أرجعت الفضل في التأهل إلى حارس المرمى سيرجيو روميرو بعد تصديه الرائع لركلتي جزاء، وكتبت بالخط العريض: اليد الساحرة تقود الأرجنتين للنهائي بعد 24 عاما من الانتظار. كما أشادت يومية لاناسيوني بإرادة رفقاء القائد ليونيل ميسي بعدما لعبوا 120 دقيقة بطولية قادتهم إلى ركلات الترجيح التي أكدت أنها من اختصاص الحارس روميرو، وكتبت تقول: الأرجنتين وبعد طول انتظار في النهائي إرادة اللاعبين صنعت الفارق، وروميرو هو البطل. كما أشادت يومية كرونيكا بالمدرب سابيلا وأشباله، وكتبت تقول: تشكيلة من حديد وروميرو لا يهزم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. قبل الحديث عن ما كتبته الصحافة في البلدين، نواصل الحديث مجرى عن ميسي. كان توفى يعني قبل سويعات من انطلاق المباراة، كان توفى صديقه وهو خورخي لوبيز 38 سنة، صحفي بجريدة أولي الأرجنتينية ومقرب جدا من ميسي. هل ممكن أن وفاة صديقه الصحفي تكون أثرت عليه في اللقاء؟ ممكن لما واحد يعني يبيغ ان امي سي تو افي نورمال، يعني هذا يتاثر كثير، وممكن ما قدرش يعطي الكثير في المباراه هذه. اعتقلت صديقه،
يعني هذا شيء طبيعي اعتقد. ممكن تأثر من ممكن اللاعب يتاثر، نعم، من وفاة صديقه، نعم. لأنه فعلا اختفى في هذه المباراة ميسي ولم يظهر له أثر. بن شيخ، لو نعود إلى ما كتبته الصحافة في البلدين، الصحافة الهولندية انتقدت خيارات لويس فان غال في هذا اللقاء أيضا. انا سوي داكور معهم باسكو il n'a pas changé ني دو سيستيم ني دو جوار. كيما يقول لك ليكيب كانت مليحه. لا هولند معروفه بلو جو اوفونسيف. Ça a été tout depuis l'ère du temps لا هولند تلعب لوفونسيف. هنا اون لامبرسيون ما خممش مليح كي هو عم بالو روبان يقعد روبان لي تاع الايامات اللي فاتوا. مي هذا الارجنتين معروفين كانت بهم سور لو بلون ديفونسيف ولا ريغور والمطرق وهذوما. الارجنتين قبح سي با البرازيل. البرازيل دون لور تيت دون لور مونتال حنا نلعبوا غير البالون تاع بزمان. حنا ما نديفوندوش ماركي واحد ماركي زوج ماركي زوج ماركي لك اربعه. هذايا الارجنتين متحضرين لهذا الشيء. هو ما خممش لهذا الشيء. سي تو في نورمال كو لا بريس طيح عليه. ما جاء التغيير السحري لفان غال بادخال الحارس تيم كرول في اخر الدقائق؟ ما شفناش ايضا اليوم، لماذا في رايك؟ رغم انه تيم كرول كان صد ضربتي جزاء في اللقاء الماضي امام كوستاريكا وتاهلت هولندا. ممكن اليوم الحارس الاحتياطي ما كانش في حساب المدرب فان غال. ممكن كان ينتظر، ممكن يدخله، ولكن الدقائق تمر بسرعه، ما كانش عنده الوقت اللي يعطوا له فرصه. وكما قلت محمد، الحارس الاساسي عمره ما نقد مرماه من ضربه جزاء. صحيح، هذه لحد الان احصائيه طرحها البي بي سي، قالت نعم. في حياته المهنيه عمره ولا صد ضربه جزاء. علاش خلاه المدرب؟ وممكن فان غال حب الدكليك لهذا الحارس، يقول لك اللي اول مره ممكن يخرج ضربه جزاء، واعطى له الثقه اللازمه في هذا. لان شفنا ضربات الترجيح يعني كان قادر ينقذ مرماه من دو تير دو بينالتي جازوا تحت البطن نتاعو يعني. ولكن واش تحب كما ضربه حظ، ضربه الترجيح ضربه حظ. بن شيخ، هل توافق هذا؟ انا نظن يا دو فري هنا سي دي ليكتور ديفيرونت. لكن بن شيخ، خلينا نتحدثوا بصراحه. عندك حارس تيم كرول دخل في المباراه الماضيه امام كوستاريكا وصد ضربتي جزاء، وهو اللي اهل هولندا الى النصف النهائي. وعندك في الجهه المقابله حارس في حياته ما صد ضربه جزاء. علاش تخليه؟ انا نظن والله يعلم. انا نظن كي خرجوا مع الكوستاريكا مع كوستاريكا نو مع كوستاريكا كي خرجوا ودخل دوزيام غارديان وجبد دو بيناتي، الغارديان تيتولير زعف. صحيح، شفناه رمى بقاروره الماء في العبد هكذا. اون تي اونسيان جوار نعرفوا واش يكون زعف. ومع ميم لا بريس هضرت ولا سيرتان اونسيان سبورتيف هضروا كذا. انا نظن هنايا نقص والله يعلم، نقص شخصيه تاع المدرب. باسكو المدرب بيان سور انا مدرب نعرف بلي هذا يجبد لي بيناتي ودرته اليسي وجبد لي هو كاليفياني للدومي فينال. انا البروشين ماتش مع الارجنتين ندير لا ميم شوز، مأمن بهذا الشيء كيما لو سيستيم دو جو. انا مأمن بلي كي ناتاكي نلعب مليح ونربح، ما نغيرش. كي بدا الحق بدا له التغيير صافي دير بدا يدلو الشك، واللي يبدا له الشك صافي دير اني با 100% متأمن بخدمته بشخصيته. ما جار في الجهه المقابله الحارس روميرو اللي صد ضربتي جزاء او ضربتي ركلتي ترجيح، وهو في هذا الموسم لعب فقط 9 مباريات مع موناكو. كيفاش الحارس يلعب 9 مباريات؟ نقدروا نقولوا ناقص منافسه هذا الموسم، يؤدي دوره كبيره. انا نشوفوه حارس ممتاز في هذه كاس العالم. محمد 9 مباريات كانت تكفي لروميرو ان يؤهل المنتخب الارجنتيني للنهائي. لكن علاش نسمعوا بنقص المنافسه؟ هم لاعبين ناقصين منافسه ويؤدوا مباريات كبيره. لا، مش كما الحارس، مش كما اللاعب اللي موجود في الميدان. الحارس انت عارف لازم يحرس المرمى تاعو ويكون يعني في الوقت المناسب، ويكون ايضا في المكان المناسب لكي ينقذ مرماه في اشياء كثيره. مش كما واحد اللاعب اللي يكون في الميدان يجري ادروات يا غوش، لازم له ايقاع بدنيه. ولكن واش يطلب الحارس انه يكون في لا باليز ديالو ويعس، ما يخليش اهداف تدخل في شباكه. وهذه ايضا
كونديسيون كو لا ديفونس فاس لو رول تاعها كما ينبغي. اعتقد اليوم روميرو كان يعني رجل المباراه وتاهل المنتخب الارجنتيني. وحتى الفيفا بن شيخ منحت روميرو رجل اللقاء، وكان البعض انتقدها وقال بانه ماسكيرانو هو اللي يستاهل لقب رجل اللقاء. انت في رايك بن شيخ من كان رجل اللقاء اليوم؟ هما شوف ماسكيرانو اليوم دار كرو ماتش، اليوم دار كرو ماتش. بون نحى لو بيت هذاك، انفا لو بيت نحى كان ينجم يجبدوا الجول كوم كان ينجم يدخل، مي il a fait le geste qu'il faut. Donc والحارس كيف دار مقابله هايله وزاد جبد لهم دو بينالتي. جو بونس كو لو ميريت ريفيان بوكو بليس او غارديان. الحارس هو اللي يستاهل. مجر، لو نفتح الان موضوع المباراه النهائيه بين اللي راح تجمع المانيا طبعا بالارجنتين، بدات الان بعض التصريحات يعني من المدرب صابيلا ايضا من لافيتزي اللي صرحوا بعد اللقاء انهم راح يعملوا المستحيل للوقوف امام الاله الالمانيه، ولما لا تعطيل هذه الاله والفوز بكاس العالم. نظرتك الاوليه لهذا اللقاء النهائي؟ اولا قبل كل شيء لما نتكلم عن الارجنتين لازم المدرب صابيلا يلعب بنفس الطريقه اللي لعبها اليوم المنتخب الهولندي، حتى لو اختفى ميسي. نفس الطريقه ما يغيرش لو سيستم تكتيك، باسكو لو سيستم تكتيك هذا اللي قلق المنتخب الالماني. لان شفناه من المنتخب الفرنسي لما نتكلم عن المنتخب الالماني لما لعب مع فرنسا لقى صعوبات كثيره لان ما كاش المساحات. حتى مع المنتخب الجزائري نفس الشيء. البرازيل حب يعني يلعب بطريقته، يعني ما عطاش اهميه ممكن الالمان وفتح المساحات والنتيجه رانا عارفين بها. الان المنتخب الارجنتيني اكيد غدا راح يلعب بنفس الطريقه، يعزز الدفاع الوسط وفي الهجوم ميسي إيغوان لافيزي او ممكن رودريغيز او ممكن اجيرو يروح من الجهه اليسرى وايغوان مع ميسي في الهجوم. يعني فيه، ولكن الوسط والدفاع راح يبقى بيريز، راح يبقى بيليا وماسكيرانو، 3 لاعبين في الدفاع واربعه في وسط الدفاع واربعه في الدفاع، روخو على الجهه اليمنى، ديميكيليس وغراي وزباليطا من الجهه اليمنى. اعتقد صابيلا ما راحش يغير لان السيستم تاعو ناجح لحد الان. بن شيخ، المدرب لوف مدرب المنتخب الالماني قال بانه اللقاء النهائي يختلف عن كل اللقاءات السابقه والمنافس قوي جدا وينتظر لقاء صعب للغايه. هل تعتقد ان مواجهه الارجنتين ربما تكون اصعب من مواجهه البرازيل على ارضها او حتى مواجهه فرنسا والجزائر؟ نو تكون الارجنتين تكون صعيبه باسكو كيما قالك مصطفى يغلقوا. وشنو الفرق الالمان عندها لي زاتاكون كيما ميلر كيما شيرلي كيما اللام الكولوار هذاك اللي يخدم فيه او ماهوش ما بقاش هذا كارير لاتيرال دروا، هذاك هو يطلع يخرجك وحدك كي في ان ترافاي كولوسال. عندك اوزيل كي بالي لو تيران، سي با لي جوار تاع لا هولند، هادو يخدموا. وكي نعرفوا ميلر شورلي هادو يسون فيت، ومام كروز كيف دونك هادو يسون فيت ويقلقوا يفون فير مال لا ديفونس الاخرى، يفون فريمون فير مال بارابور لا هولند اللي عندها غير قدام روبان ولا فون بيرسي تبلوكي زوج خلاص. مي هادو كومام عندهم دي جوار وسي دي جوار، سي لوكيباسيون دي تيران تاعهم اللي بيان فات. هنا ميسي ولا ما حطولوش واحد يبو ينجم يزها شويه. بن شيخ، انت شفت مارادونا في مونديال 1986 وراك تشاهد الان في ميسي، لو تعمل لي مقارنه خفيفه وقول لي من هو الاحسن. شوف نحكي لك هذه، واحد ما نجبدوش اسمه فوتبالور لعب معنا وكذا قال لي خطره مارادونا خير من بيلي. قلت له انا لا. قال لي وزاد هضر لي على ميسي خير مارادونا. قلت له لا. قال لي كيفاش؟ قلت له انا نبين لك بلي بروف. قلت له بتاخذ بيلي مارادونا يلعب برجل واحده بيغوش، لا دروات ما كاش بح كما يقولوا يمشي بها. جوتات مارادونا ما كاش صح، لي روتورني ما كاش. بيلي هادو كاع عنده يتيريك بيغوش بي دروا، جوتات ينجم يطلع فوق الناس اللي يدير امات 90 يفوتها دوبل ديتونت. لي روتورني دو بي هادو كاع عنده كومبلي. مارادونا ما عندوش هادي، دونك بيلي اللي ميور. مارادونا وميسي نعطيك مثال بسيط، تعطي 10 كوفرون لميسي ولا ماركا واحد بارفوا يماركي بارفوا يضرب 4 5 وما يدخلوش. سجل في كاس العالم. نعم كوفرون واحد
مارادونا انت عندك 10 تعطي 10 لميسي وتعطي 10 لمارادونا. ميسي ولا ماركا واحد صافا، مارادونا يضربهم في 10 يدخلوا، ولا قال له عاود لاربيت يعاود يحطها تدخل. فهمت كيفاش؟ لكن هل المقارنه بالمخالفات يعني في لا في كلش بينيتراسيون. وزيد حاجه واحده، لافونتاج تاع ميسي او يلعب في البارسا شوف شكون اللي عنده قدامه، كاع سي دي زارتيست، كاع يخدموا له، كاع يفتحوا له، كاع يسهلوا له. مارادونا كان في نابولي، مارادونا كي راح النابل ما كانت والو نابل، كانت شغل كيما يقول لك الكلوب تاع حومه. جا هو مارادونا ولات تلعب بدات شامبيونا كوب دوروب، نابل قلبها سوا سي وحده ستان جيني السيد ببلوطه تاع بينغ بونغ يجونغلي لك كاسرونا لا مارادونا اللي دو لوان ميو كو ميسي. مجال المذهبيات تدخل، هل عندك رأي آخر مقارنة بين ميسي ومارادونا؟ لأنه الجيل الحالي ربما ما شافش مارادونا ويطالب بمنح ميسي لقب أحسن لاعب في التاريخ، ربما معهم حق. كانوا يقولوا البعض أنه ميسي ما فاز بكأس العالم، الآن ممكن ميسي يفوز بكأس العالم ويصبح من ربما أفضل لاعب في التاريخ، لا لما لا؟ شو محمد لو فات اللي طرحت عليه هذه الأسئلة أنا لازم نعطيك كون جوستيس، نرفع عليك قضية. لا ما فيش مقارنة محمد، ما فيش مقارنة، ما نتكلموش على مارادونا كما قال لك عليه سي جيني، سي جيني، أنا عارف وراه صديقي، سي جيني، ما كاش مقارنة. تشوف كيفاش يلعب، تشوف سي با بوسيبل. اون 86 أعطى لا كوب دو موند لبلادو، اون 90 قريب يعطاها لهم، للاسف الحظ ما خدمش بزاف المنتخب الارجنتيني. مارادونا اللي ماشي شفناهم مع نابولي في 1986 فاز المنتخب الارجنتيني. لا في 1990 اللي في خسر 90 و90 كان قريب باش يفوز بكاس العالم. و 86 فاز، هو اللي فاز موش الارجنتين. مارادونا هو اللي فاز اون 86 لا كوب دي موند. شفنا المباراه امام بلجيكا وين راه كاع الناس تسجل، مع انجلترا نفس الشيء، سجل الى دربلي توت لا ديفونس وماركا. يعني سي ان جيني، ما كاش مقارنه. ميسي نحبوا، ميسي نحبوا لاعب ممتاز، ولكن مارادونا يبقى مارادونا. حتى عليه تكلم على بولي سي ان غران جوار، بس ما ننساوش بولي لعب في اون ايبوك تاع نواري بلون. الكره ما كانتش كما الان، لما نقول لك نواري بلون سي لا تلفزيون. ولكن الان سنه الثمانينات الكره تطورت كثير. مارادونا انا بالنسبه لي مارادونا يقعد لو نيميرو 1 مونديال في التاريخ. وبالنسبه لبنشيخ بولي هو الاحسن في التاريخ. بولي دو لوان. بولي علاش دوك نفهمك، دوكا كسوسوا ميسي ميم مارادونا بلوز او موان لافونتاج راهو معاهم، بعطاش دوكا الطاكل من اللور هذاك ما كاش، هاد الحوايج ما كاش. في وقت بولي يضرب وهب على لي ريغو يطربقوه، يضرب من اللور الطاكل في السماء، تسمى ذبح الجوار، كان بريسك اوتوريزي يعطيك كارطه ولا. مي دركا لا دركا غير بلوز او موان لاتاكون اللي كوميم بروتيجي. فهمت كيفاش؟ السيد يبو دريبلي ليكيب كاع من اللور، لا بويسونس فيزيك اللي عنده اللي اكستراوردينير. شوف نزيد نوضح لك حاجه واحده برك على ميسي مارادونا. انا اللي ما لازمش كاع يقولوا ميسي ومارادونا. نعطيك نوت جوار اللي ميسي ما يبانش معاه. الناس كاين اللي يعرفوا البالون كبار، من الصغار ما يعرفوش. ميسي ما يبانش مع زيكو. تشوف زيكو انت كيفاش يلعب، تشوف لي كوفرون من يدخلوا غوش دروا دي دو بي بينيتراسيون، حاجه راسك يحبس. فهمت كيفاش؟ دونك لي جان هادو يشوفوا ميسي يقول لك عندهم في العقل هذا خير من هذا، ما تقولوش خير من هذا، قولوا ميسي كرون جوار. هذا ما كان يكفي. إذا أعزائي المشاهدين نغلق ملف مباراة هولندا والأرجنتين لنفتح ملف الفضيحة البرازيلية أو الصدمة الكبيرة التي تلقتها الكرة البرازيلية. لكن قبل ذلك نشاهد هذا التقرير ثم نعود. دموع في المدرجات، أعمال عنف في الشوارع، انهيار للاعبين، اعتذار من المدربين، هجوم من الأساطير وتفهم من السياسيين. هي حصيلة ليلة وتاريخية لن ينساها الشعب البرازيلي طيلة حياته. الهزيمة بسباعية كاملة أمام ألمانيا لم تحدث حتى في كوابيس الناس في برازيليا، ودفعت روماريو لمهاجمة سكولاري الذي جلب العار للبرازيل حسب قوله. سكولاري سيستقيل بعد المباراة الترتيبية، وهو تصرف منطقي من المدرب العجوز
لكن الحقيقة هي أن الاتحادية أجبرته على ذلك وخيرته بين الاستقالة أو الإقالة، بل أن الاتفاق مع دينو ليوناردو الشهير بتيتي ليكون مدربا جديدا يكاد يكون خبرا رسميا. ديلما روسيف رئيسة البرازيل والتي ترشحت قبل أيام لعهدة رئاسية جديدة تندب حظها وهي ترى ما يجري من عنف وتخريب واعتقالات، رغم محاولة الظاهرة رونالدو والجوهرة بيلي تهدئة الناس واعتبار الهزيمة في حكم مفاجآت اللعبة. إذن فضيحة كبيرة ومهزلة كبيرة يتعرض لها المنتخب البرازيلي وهزة كبرى تتعرض لها الكرة البرازيلية. وجار الآن بعد ما هدأت الأمور شوية، من المسؤول عن هذه المهزلة؟ لا اكيد المسؤول المدرب 100%، سي سكولاري، باسكو سكولاري لا في لو موفي شوا، لو موفي شوا دي جوار اي لو موفي شوا تاع لو سيستم تاكتيك اللي قدموا امام المنتخب الالماني، لان المدرب سكولاري ما دارش قراءه جيده في المباراه اللي لعبها المنتخب الالماني امام فرنسا وامام الجزائر، ولكن هو لعب بطريقه هجوميه، فتح المساحات، وهذه المساحات هما اللي سمحوا للمنتخب الالماني لكي يظهر بمستوى جيد والمهزله ب7 أهداف مقابل 1. ولكن انا مانيش حزنان على الخساره، لكن انا حزنان على النتيجه، لان كل فيو با لو برازيل سا لو برازيل. عوضنا المنتخب البرازيلي ان يفوز ب7، ان يفوز ب5، ان يفوز ب4، ولكن لاول مره نشوفوا المنتخب البرازيلي يخسر ب7 أهداف، يعني اون هيميلياسيون اي سا اكيد لو دوي ناسيونال. ولكن انا نقول حتى احنا لاحظنا من البدايه محمد وتكلمنا على المنتخب البرازيلي مع لي قلنا هذا المنتخب ما يقنعش، المنتخب ما يقنعش، سي لا فيريتي، ما يقنعش هذا المنتخب. يعني لما تشوف اللاعبين اللي عندهم حاليا في المنتخب البرازيلي ما عندهمش المستوى تاع كاس العالم. نتكلم ممكن نذكر منهم دانتي الذي عوض تياغو سيلفا، ولكن ما عندوش مستوى، رغم ان دانتي يلعب في البايرن ميونخ ولكن ما عندوش مستوى للمنتخب البرازيلي. حتى ايضا الوسط الارتكاز جوستافو وايضا فرناندينيو يلعب في فريق كبير وهو مانشستر سيتي، ولكن لم يظهر بمستوى كبير، يعني مستوى متواضع جدا. حتى ايضا جوستافو يلعب في البايرن يعني، واوسكار نيمار غايب، يعني اخذ مكانه كوم لو شيف دوركيز دو ليكيب دو برازيل، مي مالوريزمون رغم الهدف مالوريزمون الى با مونتري غون شوز. اوسكار يبقى دائما لاعب متواضع. اولك احسن ما فعل المدرب سكولاري، لكن غائب تماما في المباراه هذه. كان المفروض راميراج يدخل اساسيا في هذه المباراه، لان شفنا قوه المباراه كانت محتاجه الى لاعب راميراج. وبرنار لاعب شختار يعني اللياقه البدنيه ما كاش، القوه الجسميه ما كاش، انت تلعبوا امام المنتخب الالماني، هذا خطا كبير من المدرب سكولاري. والمهزله الكبيره كما تكلمنا مع علي وهو فراد، يعني فراد دائما يعطي له فرصه، دائما يعطي له فرصه، ولكن فرصه واحده 2 3 ولكن مش 5 فرص، ولكن لم يضرب بمستوى. هي واش يقول مصطفى صحيح. سكولاري الى ايتي اكوتي دو لا بلاك سيرت، باسكو سي لوي كيما نقولوا حنا لونترينور اون شاف. هي في سو نيفو لا تنجم تقول ما كاش لونترينور شاف باسكو يديالوغ اونتر او، سي ان ستاف. مي كي نشوفوا لاجوان تاعو ايتي شامبيون دي موند وقاعد في البون توش، حتى هو بطل العالم في 2002 كان فاز مع المنتخب. شاهد نو انا جي ريماركي هذيك لاسان، شاهد فمو هكذا ويهضر مع المساعدين هذوك ما نعرفش اسمه التماتيك، يهضروا هكذا بصح شغل حازنين. بارفوا نقولوا وقيلا يان بروبليم اونتر دو شوا دو جوار دو تاكتيك، فهمت كيفاش؟ لكن علاش سي علي نحملوا دائما المسؤوليه للمدرب؟ علاش اللي عين المدرب ما يتحملش المسؤوليه؟ الاتحاد البرازيلي نو احنا ماشي هما عينوا صافي با دير سكولاري ماشي مليح، لا احنا نقولوا في هذا فاز بكاس العالم 2002 بيان سور. مي كي غلط نقولوا غلط، باسكو هنا حنا في البلاد كي نقول واحد دا كوب دي موند ولا تيتري يولي هو تسمى ربكم الاعلى ولا واش. غلط هنايا سكولاري غلط، دار ايكيب، دار شوا دي جوار عيان بزاف عيانين. فراد اللي حوزاته
اولك هذاك العجيب، اولك العجيب ما شفنا لا اولك العجيب لا والو. الصحه شفناها، لا فيتا شفناها، بصح ونا لامبريسيون شفت هذاك اللي يجري ويخلي يولي عاود يولي فات التراوي يعاود يولي. ما كاين لا اولك لا والو، ما كان والو. اوسكار موالف يزغد شويه كي يكون نايمار من الهي يحرك الحاله يعسوه، ما كاش نايمار. دونك باش تلعب ميليو تيران ابسون، الوسط كاع ما كاشو. الو لاكسونترال سمحوا في لا ديفونس كاع. دافيد لويز غير بدا في البرومي بيت ابوندونا من بعد لو بوست تاعو، ولا شغل واحد راح له العقل طالع هابط، وملا تداول تما كولوار حتى خضيره ولا يزهف لقدام. نعم هذه هي يعني حتى شوف كارثه كبيره. على كارلوس على سكولاري، يعني الشيء الوحيد اللي ما فهمتوش انا جو ناريف با كومبروند، جو بوز دي كيستيون. سكولاري المدرب الاساسي البرانسيبال، ولكن فيه مدرب بطل العالم ايضا اللي موجود معاه سون اسيستون، وهو كارلوس البرتو باريرا اللي فاز بكاس العالم من 1994 في الولايات المتحده. يعني هذا المدرب ايضا وهو مساعد الان، هل قدم الاضافه، هل قدم المساعده للمدرب سكولاري لكي ما يخطأش في هذه المباراه؟ لا اعتقد، لان سي با بوسيبل. يعني حتى تشكيله غريبه، تشكيله غريبه غريبه جدا. يعني واش ريماركيت انا ماركاو لهم لي دو بيت ميم 3-0 اللي ناض سكولاري وقف بدا يشوف كان يقول واقيلا وين راني، بصح ما شفناش اوكا مومون في البونتوش يهضر مع لي زاسيستون تاعو. لكن بن شيخ 4 أهداف في 6 دقائق و40 ثانية، يعني هل هذا شيء معقول في كرة القدم؟ هل سبق لك أنت وين شفت 4 أهداف في 6 دقائق و40 ثانية؟ هل هذا مقبول في نصف نهائي كأس العالم على أرضك أمام جمهورك؟ تتلقى غير مقبول، هذه غير مقبول بصح ابارتير دو مومون اللي ظالموا كي يجيو حاطين. لكن ماذا يفعل المدرب؟ 4 أهداف في 6 دقائق. لا ماشي حبس، يعني بالعاميه نقولوا لما ينوض من يعني من بنك الاحتياط باش يوجه باش يدير توجيهات يلقى 4 أهداف تسجلوا. انت يا برازيل تلعب في بلادك، يا ان كريز ايكونوميك، الشعب ناض، مانيفيستاسيون، تو سا يدخل في هذه. دونك يا ان بريسيون تيريبل. انا يا كمدرب انا مون نيفو ما نقررش روحي معاهم بكل موديستي. انا يا كي نشوف خاسر 2-0 2 بي تمتم مع الالمان، انا لتم نوض نعاود نمد ديزان سيليكسيون فار من ليكيب تاعي وين نغلق باش ما نزيدش نوكيسي، ومن بعد باش نصيب الحل كيفاش ناتاكي. هو قاعد غير يشوف ما يهضر والو، شغل لهم بحر، ما شفناش يهضر مع لي زاسيستون تاعو، ما يهضرش مع لي زاسيستون تاعو. روح ليهم باسكو انت بارفوا انسان راه هون بورتي، بصح لي زاسيستون راهم هما كاع يشوفوه يمدوا الكراي. شفنا غوارديولا كيفاش يقصر يحكي مع لي زاجوان تاعو، شفنا كاع لي زونترينور يدوروا يهضروا مع لي زاسيستون. هو والو بارفوا نقول انا والله يعلم بيناتهم ماهمش متفاهمين على شي حوايج. شكيت ما يكونوش متفاهمين على شي، سواء على لا كومبوزونت سواء على لو سيستيم دو جو، باسكو ما شفناش فريق سي با بوسيبل. كنا نقولوا من الاول بلي انا كنت نقول لك يا اخي ومصطفى كيف ما يقنعوش البرازيل، قلت لك ما يقنعونيش، قلت لك خاصة فراد اللي كان كل الشعب البرازيلي البارحة كان انا شوف ليا البرازيل قلتها لك يا دين سومان ولا ما تقنعنيش، قلت لك كوستاريكا تلعب خير منها، خير قلناها والمفيدة وهنا حاجة ما تخباش، هذا فوتبول، هذا ما عندهم حتى واحد اللي بو فير لا ديفيرونس. ميم لو كان لعب نيمار لام يميتريزيه، متاكد 90% يميتريزيه، لام واعر بزاف. مي مام تياغو سيلفا عليه، حتى لو دخل ديال تياغو سيلفا كان نفس الشيء، يعني الفريق التكتيكي اللي ما كانش في مكانه، ماجر بعد هزيمه تاريخيه مثل هذه ماذا يجب ان يفعل الان البرازيليون؟ هل نقل المدرب وتنتهي الازمه؟ هل نقل الاتحاد؟ هل تتطور الامور الى امور اخرى؟ انا شو محمد، انا متاكد سي ان اكسيدون باركور. علاش ان اكسيدون باركور؟ البرازيل كان يخسر البرازيل باسكو ما عندوش ايكيب، ولكن اللي تاع 7 انا بور موا سي ترو سي ان اكسيدون باركور، لان سكولاري دار فريق اللي موش فريق المناسب. احنا هضرنا مثلا انا وعلي على مايكون لاعب ثقيل صحيح، وتتوقعت يكون الفيس يلعب
الفيس ما لعبش حتى ما دخلوش. وكما قال لك عليه ايضا اسكولاري مع كارلوس البرتو باريرا ممكن فيه سوء تفاهم ما بين المدربين، ممكن ما كانش تفاهم. لان شوف ميلر يسجل في الدقيقه 11 ويسجل كلوسي يسجل 23 كروزي 24 كروز 26. هذا كله ما شفناش سكولاري مع كارلوس البرتو بريت يتحدون ويتكلموا لكي يلقاو الحل. نشوفوا الا سكولاري وحده وشغل غريب يعني مخلينه مرة وقعد وحدك خلاه وحده. لان هذه لازم تكون المشاوره بين المساعدين، ولكن هذا يخلي دائما نقطه الاستفهام. لان انا متاكد اللي فيه شيء بين كارلوس البرتو بريرا وسكولاري، لان ضربه قاضيه وشفنا سكولاري الا وحده ومن بعد يقول لك انا نتحمل المسؤوليه خلاص يعني 7 واش مازال المسؤوليه هذا. ولكن المنتخب البرازيلي انا بالنسبه لي موش منتخب ما كانش محضر لهذا الكاس العالم، خاصه باللاعبين اللي موجودين في الصفوف. بن شيخ، كل الفرق بعد ما شاهدت لقاء المانيا البرتغال وشافت بلي الآلة الالمانيه سجلت 4 أهداف، كل الفرق اللي لعبت بعدها مع المانيا غلقت اللعب وضيقت المساحات، من غانا، من مرورا بالولايات المتحده الامريكيه، الجزائر، ثم بعدها فرنسا. يعني ما كان حتى فريق كانت عنده الشجاعه انه يهاجم المانيا. كيفاش المنتخب البرازيلي يعني ما تنبهش لهذه النقطه وفتح اللعب؟ هذا هو المشكله. وهنا دوك اسكو سكولاري يقول لك احنا اوني دي بريزيليان، مي هذاك التاريخ فهمتني. البرازيل عندها تاريخ صافي، بصح انت وغلط. هنايا لازم تقرا الحدر تاع الصح، تصبح قدش انت والصطاف تاعك باش تمد لا سوليسيون الغدوه من داك، وغدوه من داك نشوفوها في التيران. انا جي لامبريسيون شغل راحوا اونطريناو تعشاو ورقدوا غدوه راح يلعبوا شغل قصره. هذه ماشي اون فاس يا ابن عمي. عندها لي كومبارتيمون يمشيو كاع اونصومبل طالعين حابطين، فهمت. كونديسيون فيزيك تيريبل، لي زافون دو بوان تاعهم ما يحبسوش، سون رابيد بويسون جو تاع كلش، هذا كاع لازم تخطط له. هو ما شفنا والو. بالشيخ تعرف باللي هوميلز صرح، دار تصريح وقال باللي في غرف تغيير الملابس بين الشوطين قال اتفقنا مع اللاعبين، يعني اللاعبين الالمان هو وزملائه انه يخففوا الاضرار على المنتخب البرازيلي. نو لو كان وشوف بصراحه لو كان حبوا ياكسيليري ولا ماشين ديالهم كانوا ينجموا يروحوا حتى ب 12، باسكو ما كاش صارت كيما نكونوا في لونطرينمون نلعبوا بيناتنا هكذا، واللي هم ضدنا يطلعوا كاع في لاطاك، نوليو حاطين احنا بالبالون في 4 ضد 1 2، كل حبطه هكذا، كل حبطه ببيت. ما هي اثقل هزيمه تلقيتها انت علي بن شيخ في مسيرتك الكرويه؟ اثقل هزيمه خسرتها؟ بتات 4 مع جي اس كاجكرو لا سي ار بي، ربحونا ب4. جينا من افريقيا من افريقيا ما كاش 7 مجر ما كاش 7 في مسيرتك. كاين 5 يعني البرازيل هم هاربين عليك بهدفين. 5 سيتي ماتش مع بورتو. كيفاش تكون المعنويات بعد هزيمه مثل هذه، هزيمه ثقيله؟ كيفاش تكون؟ شفنا اللاعبين البرازيليين يبكي والشعب يبكي. انا نظن حاجه مصطفى غات ولا ديفات 7، انا قاعد غاتني بصح او ميم طون ابري ريفليكسيون فرحت. علاش فرحت؟ خاطرش انا نحب البو فوتبول، واللي كانوا يمتعوا دي جينيراسيون هما البرازيل هكذا. راح يزافوا عليك مناصري المنتخب البرازيلي في الجزائر. لا فهمني نكمل. انا من المعشاقين تاع الفوتبول تاع البرازيل هذا، بصح كي ولاو يلعبوا لي باس دو 35 مات، هذه مام في اخر بلد افريقي ما شفناهاش. دونك واش هاد السبعه هذه انا نظن صاد فادور ريفليشير المسؤولين تاع الدوله ديجا، للدوله، خاطرش الفوتبول سي اون ريليجيون بريزيل سي با د لا ريغولاد، فهمت؟ هذه وحده. ثانيا المسؤولين تاع الفوتبول دوك نظن يشاركوا لي زونسيان جوار تاع زيكو ولا باولو سيزار، حاصون يشاركوا لي زونسيان جوار، خاطرش هما اللي عندهم الحل تاعهم يوليو الفوتبول تاعهم، لازم يوليو البرازيل الفوتبول تاعهم ويلعبوا دي جوار دو كاليتي. تاكي ولا فرادي يلعب في ليكيب ناسيونال دو برازيل سي خلاص ما بقاش، سي نورمال تاخذ 7. تشوف هذاك اللي دخل رومبلاسون ميليو تيران، مام هذاك اللي يلعب اغوش لو جون هذاك الصغيور هذاك برنار ما في سور لو بلون فيزيك، ما نقولوش باسكو قصير،
ميسي قصير بصح مدحدح كي يقلع بين زوج ثلاثه مام دو كوستو قدامه يجيب حقه. سي ترو فرال. لا هي يعني سي ترو فرال. هي اون كونتراديكسيون. هي اون كونتراديكسيون. كما تكلمنا امس عليه المنتخب البرازيلي والكره البرازيليه سي اون يوزين تخرج اللاعبين، مصنع تخرج اللاعبين. لما تخرج اللاعبين تبعتهم الى اوروبا يروحوا يلعبوا في اوروبا، من بعد تعاود تجيبهم الى المنتخب البرازيلي بالتقاليد الاوروبيين. يعني شوف نعطيك مثال بسيط، شوف المنتخب البرازيلي يلعب امس. منتخب عندك لاعب يلعب في تشيلسي، لويز في تشيلسي، مايكون روم، دانتي بايرن، مارسيلو ريال مدريد، فرناندينو مانشستر سيتي، جوستاف البايرن، اولك زينيت، راميريز تشيلسي، اوسكار تشيلسي، ويليان تشيلسي. الفريق متكون كله باللاعبين الاوروبيين كما قال لك عليه. خلاص ما راهمش يلعبوا بالتقاليد الكره الامريكيه الجنوبيه. احنا كنا نعيش، كنا بكري نشوفوا البرازيل، نشوفوا الكوتي تكنيك، نشوفوا المهارات العاليه تاع اللاعبين، يتالقوا في اي لحظه في اي وقت، يسجل لك اهداف، يحضر لك يعني كله كنا عشاق الكره البرازيليه. ولكن maintenant on est en train de voir le football brésilien à l'européen، لان اللاعبين كلهم موجودين في اوروبا. اليوم شفنا المنتخب الهولندي عندك ست لاعبين موجودين في الانديه الهولنديه من اياكس، فينورد، وبي اس في اندوفن. يعني الثقه للمدرب عملها، وشفنا المشوار تاع المنتخب الهولندي رغم خروجه من نصف النهائي، ولكن منتخب قوي. وهذا المنتخب يبقى فيها تري مال en 2018 في كاس العالم المقبل ان شاء الله. جو بونس كو انا نتبع شويه الشامبيونات البرازيل دوك مع البارابول. نتبع شامبيونات برازيل سانتوس والارجنتين ليك الشامبيونات تاعهم. نشوف عندهم دي جوار دو كاليتي يلعبوا في لي سانتوس في لي زوتر كلوب. وهم يجيبوا من تشيلسي بوكو بلوس من تشيلسي. كونت اون فوا تشيلسي كيفاش تلعب مع اسمه مورينو من اللور وضرب وجري، وهذا هو تشيلسي فوتبول اونجلي وراه ريزولتا ما كاين والو، جري برك. فهمت كيفاش؟ مي هنا سي الرول تاع لونترينور ولا لو ستاف. ميم افون نهار داو كوب دي موند كانوا ماشي هكذا هادي جوار بزاف يلعبوا في الاوروب، مي كاينت اون بارتي تلعب في الاوروب. بصح كي يدخلوا للبرازيل سي اون جواي ايمونس. رايح لبلادي ونلعب الفوتبول تاعي، راح نزهى لا صومبا. هذا يقول لك صومبا الفوق وصومبا في التيران. زيكو خطره واش قال لهم اون 82 نسمع فيها انا داروا لا في تاعو. قالوا له ما ربحتوش لا كوب دي موند en 82 et pourtant vous avez la meilleure équipe après peut-être تاع 70. قال لهم احنا باسكو كانوا رابحين يا اخي. وزيكو ورا طال بيناتي. لو كان غلقوا بقاو 2 مينيت واقيلا مع الطاليان ولا مع الالمان ولا مش مع الطاليان، كون غلقوا 2 مينيت يتكاليفيو ويديو لا كوب دي موند. قالوا احنا ما نغلقوش. قالوا احنا كي نلعبوا فوتبول هكذا بهذا لي تيرم. قالوا حنايا سي كوم سيمفوني با د فوس نوت. يا ابن عمي كانت كي تقعد مام ولا متبلجع تشبع تزهق في البرازيل كي تشوفها تلعب. هذا ولا دافيد لويس يضرب الاخر يضرب. نو هكذا على بالك بهذه الخساره وهذه كاع لي زونترينور. وي تو تافي انا نتفق معك. هذا لا ديفيت سي ان مال كي في جو بيان بور البرازيل، بور المدربين، بور المسؤولين، بور هذا باسكو المستقبل. انا نقولها ونزيد نعاود نقولها، المستقبل للكره المحليه للاعبين المحليين تكون بسهوله مع اللاعبين هذوما. يعني في اي لحظه في اي وقت تحتاجهم تجيبهم، تعمل لهم تربصات، مباراه وديه. سي سا كي في افونسي لي شوز. حاب تكون فريق الاخر لازم يكون ا ديسبوزيسيون في اي لحظه تحب تجيبه. ولكن الان شوف المنتخب البرازيلي لان اللاعبين كلهم موجودين في تشيلسي وفي البايرن وفي ريال مدريد وفي، يعني صعب جدا للمدرب ان يستدعاهم في التربصات ولا المباريات الوديه. إذن أعزائي المشاهدين سنواصل الحديث عن المنتخب البرازيلي، ولكن قبل ذلك نشاهد هذا التقرير الذي أعده لنا الزميل نسيم صديقي، والذي يروي لنا قصة التهكمات والسخرية الكبيرة التي تعرض لها المنتخب البرازيلي على شبكة الإنترنت. ارحموا عزيز قوم ذل، هي المقولة التي يمكن أن تصف ما جرى للمنتخب البرازيلي أمام ألمانيا
فالسخرية التي تعرض لها منتخب السامبا وصاحب ال5 كؤوس عالمية دفعت البعض إلى التعاطف مع لويز وزملائه الذين خرجوا من ملعب المباراة مصدومين. فلو توقفت السخرية عند الأسطورة مارادونا وبالاك من البرازيل لكانت مفهومة وربما مبررة لخلفية تاريخية معروفة، إلا أن حملة السخرية اجتاحت العالم بأسره، ليتفنن هواة الفوتوشوب في التلاعب بصور لاعبي البرازيل وحتى معالمهم التاريخية التي حطمت تماما بقوة الماكينات الألمانية. بن شيخ، شفنا مارادونا يدير 7 بيدي، هل من حقه مارادونا انه يرفع لا رقم 7؟ ماشي من حقه. نورمالمون مارادونا في المستوى تاعو ما يديرش هاد الحوايج هادو. شخصيته نورمالمون ما تسمحلوش والشهرة تاعو ما تسمحلوش يدير هادشي. لانه نعرف فيه عداء كبير بين البرازيليين والارجنتينيين، حتى البرازيليين اليوم ساندوا المنتخب الهولندي امام المنتخب الارجنتيني. هما يتشحنوا، سي ان ديربي لا فرونتيير الارجنتين البرازيل، مي مارادونا ما يسمحلوش هادشي، باسكو مارادونا سي مارادونا. شوف في هذا الباب بولي اللي بوكو بلوس جو بونس بلوس انتيليجون، ما يدخلش في هذه الامور هذه. مجار، فيه حديث الان عن خوسي ماريا مارين اللي هو كان مدرب لفريق كوريانتيس البرازيلي، في حديث انه ربما حيخلف سكولاري. فيه ايضا الصحافه تحدثت وقالت بانه فيه طلاق بالتراضي بين الاتحاد البرازيلي وسكولاري، لكن رئيسه البرازيل لحد الان ما زالها تدعم سكولاري وربما تريد بقائه في منصبه. لا شوف، حتى لو الاتحاد تطلب من سكولاري البقاء، المفروض عليه يقدم الاستقالة تاعه ويعترف بأخطائه وبفشله. لازم كوب دي موند خلاص خسرت، هذه مهزله سي با بوسيبل، باسكو سا ناريف با او بريزيليان، سي با بوسيبل. كيفاش دوك انا نزيد نقعد بعد الخساره تاع 7 نقعد في الفريق؟ سي با بوسيبل. جو بونس كو ميم سكولاري، جو بونس سي ان جنتلمان، راح يقدم الاستقاله تاعو ويروح ويخلي المكان لمدرب اخر، ممكن يغير السياسه الداخليه، ممكن يعطي فرصه لبعض اللاعبين لكي يعاود يكون فريق من الان ل la prochaine Coupe du Monde ان شاء الله، باسكو افيك سيت ايكيب يعني الضربه القاضيه كما يقول لك المعنويات حابطه كثير. الان المدرب الجديد، طاقم فني جديد، وايضا لاعبين جدد لكي يحضر فريقه للمستقبل. بن شيخ، روماريو قال بانه هذه المباراه هي مباراه عار، وهذا العار ما راحش نقدروا نغسلوه. هل المنتخب البرازيلي يقدر يغسل هذا العار؟ هو ما يغسلوش دوكا، يفو بوكو دو طون اي ميم دي زاني. انجامش باش تغلق هذا الشيء لازم تعاود تجي كيب اللي تلعب فوتبول دو كاليتي كيما كانت البرازيل، ولازم تعاود تولي البلاص تاعها، تدي ان تيتر باش ينسيو هذا العار هذا. مي هكذا تلعب وتبارتيسيبي برك وتقول نسيه ما تنساش، هذا يقعد. احنا ربحنا الالمان 82-2، قعدت لهم لليومين هذا. الور انت 7 البرازيل 7 يا ابن عمي، تاخذوا كذا وراح يغطي امبوسيبل يغطي. نولي الكلمه هذيك اللي قلت الرئيسه تاع البرازيل دخلت باش تقول كذا، هذا كاع سياسه ما تنجمش هي تقول سكولاري ريح. تما سي ان بي دو دروا لوم. المراه هذه اللي بريزيدونت دو لا ريبوبليك دو بريزيل سيرت، بصح سي لي بريزيليان اللي ديسيديو. الشعب هو الاول باسكو كارثه كبيره. لي ريسبونسابل دو فوتبول فيديراسيون بريزيل ديسيدي وي سون دي جون انتيليجون اي ساج جو بونس. وكاين لونترينور لا سا بيرسوناليتي اي دوا ميرت سا ديميسيون ويعترف بلي الا وفي حديث عن طلاق بالتراضي بين الطرفين، وراح يتم الاعلان عنه بعد المباراه الترتيبيه. من المحال واحد يقعد. كلامك الكبير محمد، انت تقول فيه الطلاق بين الاتحاديه والمدرب. لا لوجيك فو ابري اون ديباكل كيما هذه، الاتحاديه تقدم الاستقاله والطاقم الفني يقدم الاستقاله. تو لو موند دو بارتير، حتى الاتحاديه يعني هذه مهزله. سي با بوسيبل باسكو سي لا ريسبونسابيلتي دو تو الموند، موش فقط لا ريسبونسابيلتي تاع سكولاري.
ما تروح مام الوزير الشباب والرياضه خلاص يعني واش سا سرا ان دوي ناسيونال سي با بوسيبل. البرازيل تخسر في بلادها ب7 أهداف، سي جامي فيو. لهذا اعتقد المسؤول الحقيقي يكون في الاتحاديه ولا يكون في الطاقم الفني يقول انا فشلت سامحوني، هاي نقدم الاستقاله تاعي، وتخلي مكان الى الناس واحد اخرين اللي يجوا ممكن يغيروا الامور للايجابيه ان شاء الله. هذا هو قانون الكره. والحديث عن هذه المهزلة بدون شك سيطول في الأيام القادمة، لا سيما أن مخلفات هذه الأزمة أو الفضيحة أو نسميها ما شئنا ستنعكس سلبا على كرة القدم البرازيلية في قادم الأيام. في الأخير بن شيخ معنا خبرين طريفين، نبدأ بالأول تعلقنا عليه، وهو رئيس الاتحاد الأرجنتيني اللي طلب من مارادونا عدم حضور مباريات الأرجنتين لأنه يعتبره شؤم على الفريق. والله كي مارادونا كي ما يجيش يربحوا، كي ما يجيش يفوزوا باللقاءات. كاريب بعثوه لنا في لافينال الجزائري قاعد معنا كاش ما تدير لكم دي موند الأرجنتين. احنا في الدين تاعنا يعني على تطير يعني في الديانة تاعنا. سي جوست اون كوينسيدونس، بلاك باش يضحكوا يقصروا. كونتر مارادونا كي يجي من لا تريبين لادفيرسار يخاف شويه، دونك مارادونا يقعد مارادونا. ما جاء خبر طريف ثاني، 8 أشخاص في العالم توقعوا نتيجة 7-1 بين ألمانيا والبرازيل. يعني كيفاش كانوا يفكروا هذول الأشخاص؟ لا هما ليسوا لا ألمان ولا برازيليين. هذو مسكونين، هذو جينيرالمون مسكونين، هذو سي نورمال. هذو جينيرالمون الناس اللي يقمروا. صحيح، هما شركات المراهنات هي اللي اعلنت. اللي يقمر يحكم ستيلو ورقه يبدا يدير دي شوز اللي انت جامي تخممهم، هو باش يربح سي كوم سا لازم يقمر. هذا هو. مي كيفاش تجيك في التفكير تاعك 7-1 برازيل تخسر 7 سي با بوسيبل. هو يديرها قصره بصح ولا تجي يدي القرون. 8 أشخاص من 7 مليار يعني راهم اسمح لي يعني انا نقول لك هذو مسكونين ما كاين والو. إذن أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن انتباهكم ومتابعتكم. نتمنى دائما أنكم قد استفدتم من تحاليل النجمين الكبيرين رابح ماجر وعلي بن شيخ. غدا موعد جديد لنحلل ونفصل ونقدم المباراة النهائية المنتظرة بين الأرجنتين وألمانيا. صح فطوركم، صح سحوركم، والسلام عليكم.